السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وأسعد الله أوقاتكم في كل وقت إن شاء الله. شفنا وتابعنا قضية الطفلة جنات السياغي، وشفنا كل ما يعني أصدر القاضي عليهم على الجاني من أحكام. فكانت هذه الحكم الأخير الذي أصدره القاضي حكما لا يرضي الله ولا رسوله. شاب أو رجل عمره يقال عمره 29 أو 30 سنة، يعني ومتزوج واغتصب طفلة عمرها 8 سنوات إلى 9 سنوات. هذا لا يرضي الله ولا رسوله. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بحق الطفل جنات عاجلا غير آجل. وهذا الحكم هو حكم باطل تماما. هذا الحكم يشجع الوحوش البشرية على إقدام ما فعله مغتصب الطفلة جنات. يقول لك خلاص يعني أنا أغتصب لي طفل ولا طفلة ولا شيء، وعاد يستجن 15 سنة وادفع غرامة 6 مليون 10 مليون 7 مليون 3 مليون كما كانت، كما حكم القاضي. أهلا وسهلا. القضية وما فيها احنا لا نشجع أن يكون هناك شيء آخر، ولكن احنا نسأل الله سبحانه وتعالى ثم القاضي انه يراجع ضميره. لو كانت بنت القاضي كان القاضي حكم على نصف الشعب بإعدام. اعتبرها بنتك يا قاضي، اعتبرها بنتك يا قاضي، وحط مكانك مكان ابو جنات السياغي بما يمر به من أزمة نفسية وأخلاقية وأزمة يعني لا يحمد عقباها على بنته. يعني هذا شيء مؤلم جدا جدا جدا. نعلن تضامننا الكامل مع الطفل جنات، وألف نعم وألف نعم للإعدام، وألف لا للحكم الذي أصدره القاضي، الحكم الباطل، الحكم الغاشم، الحكم الفاحش. هذا نشوف بالبيضاء حكموا بأسرع وقت بالإعدام على مغتصب الطفل، ومغتصب الطفل ومتزوج وعمره 29 سنة أو 30 سنة، حكموا عليه بدية و15 سنة سجن، وبعد 4 سنين 3 سنين ولا شهرين ولا 3 شهور يخرج مسجن. إياكم ثم إياكم تمرير الحكم هذا، لأن الحكم هذا باطل. احكموا بما يرضي الله ورسوله. وتذكروا قاضيان في النار وقاضي في الجنة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بالصحة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رزق الحلال إن شاء الله، ويعافينا ويعافي أمة محمد كامل، ويسر أعراضنا وأعراضكم جميعا. والله شيء مؤلم، والله شيء مؤلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.